بسم الله الرحمن الرحيم. اتصلت علي إحداهن تقول: نحن في خطر، نريد أن نعف أنفسنا بالزواج، ادعوا لي يا شيخ. قلت: عسى الله أن ييسر الأمور. اتصلت علي بعد حين باكية قائلة: تقدم لي حافظ للقرآن ذو خلق وأدب عظيم يشهد له القاصي والداني، رده أبي قائلا: أنا لا أعطي هذا، اقطع الأحلام، والله لأزوجنك إلى قاطع طريق وشارب خمر، ولا أزوجك لحافظ القرآن. أفحكم الجاهلية يبغون انصحوا أبي يرد الخطاب عني، وأنا والله في خطر عظيم. كنت صغيرة في السن حين تقدم لي الخطاب فردهم أبي. أريدها أن تكمل تعليمها، تخرجت، أريدها أن تكمل الوظيفة، ولا زال الخطاب يتقدمون وهو يردهم عني. بلغت 30 وبدأ الخطاب يقولون عني. حرام عليك. بل ربما يتقدمون وأنا لا أعلم عنهم. حتى بلغت 40 فجاءت الساعة التي لا بد أن تأتي لكل واحد من ساعات الاحتضار. في تلك اللحظة تذكر الأب ذلك الظلم الذي أوقعه على تلك الفتاة، مظلوم، فأخذ يعتذر إليها في آخر اللحظات. قالت: سويحباتي أمهات وجدات وأنا بين الجدران الأربعة، والله لن أسامحك، مت غير مغفورا لك، يا الله، والله لن أدعو لك ولن أستغفر لك، وإذا وقفت أنا وأنت أمام الله فسأخاصمك أمام الله. حرمتني حقا من حقوقي. طول الهموم تطول الليالي، وتعيا الأماني ورود المحال، وعصف الشعور يدر الدموعا، ويدعو أوار الأسى لاشتعال. أعذار واهية، تعتذر البيوت لصغر الفتيات، أريدها أن تكمل التعليم. والله لو تكلمت الصغيرة وما ردها إلا الحياة لقالت لأبيها: أريد الزواج، أن أمنيتها رجل صالح وبيت صغير تأوي إلى ذلك الرجل ويأوي إليها. أردت ارتياد الحياة بزوج مهيض الجناح صدوق الفضال، يفيض علي بعطف وحب ويؤوي بي. زوج الشباب. ما الضابط للرجل حين يتقدم؟ إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. يتقدم الشاب اليوم فلا يسأل عن خلقه ولا يسأل عن دينه، يقال له: ابن من وممن وما هي وظيفته، ووضعنا الدين في آخر الدرجات. إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد العرض. زوج الشباب. غلاء المهور آلاف مؤلفة، من أين للشباب مئات الآلاف من الريالات؟ يسرقون أم يلجؤون إلى الزنا ونحن السبب دفعناهم إليه. حرام عليكم. أعينوا الشباب، ساعدوا الشباب، زوجوه. احفظوا الفتيات. الزنا في كل مكان، أولاد السفاح في كل مكان، على أبواب المساجد، المزابل والقمامات. أعراضنا تنتهك، شبابنا لا يجدون ما يسد حاجتهم، وفتياتنا في الأسواق كاسيات عاريات. يسروا أمور الزواج.